الحكم يعطي الإشارة. زياش يتقدم، زياش يتقدم. الإشارة حكيمي، حكيمي غير معقول. إذن كرة مرفوعة. الهدف الثالث. نعم هدف ثالث ورصاصة الرحمة. نعم انتهى كل شيء. خرجنا يعني متاسفين فعلا، لانه بغينا نفرحوا الشعب المغربي، بغينا نفرحوا الجمهور المغربي، بغينا نفرحوا الملك ديالنا. سمحوا لينا بزاف، ولكن ان شاء الله تيظهر لي بانه المستقبل ان شاء الله غادي يكون خير. شكرا. اختار الطوسي معسكر الخمس نجوم بدبي استعدادا لمباراة ستلعب بالأدغال، وقلنا الطوسي ومن معه أعلم. استدعى من لاعبي البطولة العدد الأكبر وأبعد من أبعد، وقلنا الطوسي ومن معه أعلم. تلقينا الهدف تلو الهدف، ومن لطفنا قلنا الطوسي ومن معه أعلم. ديما نحلموا ديما نحلموا نديروا الحسابات. ما كاينش اصاحبي، ما كاينه كره لا والو. كاين العصاب، كاين الزلزال. بنادم كيخليك اللي جاب اللي سخاطن جاب حمرد مراوات يلعبوا. فوزي القجع رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد توافق مع أطراف اللائحة الأخرى المنافسة التي يترأسها عبد الإله أكرم. أنا أحس بالمسؤولية، أعرف بأنها مسؤولية جسيمة. نتمنى إن شاء الله مع الإخوان وبعمل تشاركي بعمل جماعي أننا نمشي للأمام ونهضوا بكرة القدم الوطنية. وجاءت اللحظة التاريخية. رفع فخر الدين رشحي في 90 وهنا في ابراهيم النقاش كذلك يرفع الكاس الغالية. جاءت الكاس لكازا وستبقى بحمد الله في كازا. قمة فينال الكاف، الراجا بطل والجياسكا وصيف. اللحظة لحظة تسليم الكأس لقائدي الفريق إيزوفو دايو باتريس موتسيبي وبقية الأعضاء. يلا يا ياسين. يوسف يتقدم. يوسف فعلوا وفي المرمى يوسف. واسمح لي هنا اعذرني لانني وانا انقل تهانئي اولا لصاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله، وايضا للشعب المغربي للشعب العربي كافه، وايضا على وجه الخصوص لاسود الاطلس. لابد ان نهديهم بعض الكلمات اللي هي يرددها المغاربه والتي تقول حب المغرب في القلب مطبوع. عندنا الرجال، عندنا السبوعه يلعبوا بروح المجموعه. اليأس عندهم كلمة ممنوعة. ومنتخب عربي في تاريخ كرة القدم قاطبة، جيل ذهبي قل نظيره، وننتظر منه الكثير. والكلام طبعا من دون شك عن أسود أطلس المنتخب المغربي، وبالتحديد نسخته الحالية. أما المغرب عموما فهي المنتخب الذي شارك في كأس العالم 6 نسخ، وضمن مشاركته السابعة في كأس العالم 2026. المنتخب المغربي يا أخوان في جيل 2022 المستمر حتى الآن. هذا الجيل الاستثنائي عشنا معه حلم لا ينسى في كأس العالم 2022. صنعوا لنا أقوى جيل مر في تاريخ الكرة العربية قاطبة.